بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم الأولين والآخرين. صلى الله عليك وعلى بضعتك الصديقة الطاهرة المظلومة الشهيدة، ألا لعن الله من ظلمها وغصبها حقها وآذاها، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا صبر يا ابن العسكري فشرعة ليلة الجمعة وليلة استشهاد فاطمة الزهراء. نريد نقدم عزائنا إلى صاحب العزاء، إلى الحجة ابن الحسن. نقول له سيدي ومولاي آجرك الله، عظم الله لك الأجر باستشهاد جدتك الصديقة الشهيدة. سيدي ومولاي شيعتك يقتلون يشردون تهدم بيوتهم. سيدي ومولاي ننخاك شكوانا إليك. لا صبر يا ابن العسكري فشرعة الهادي النبي استنصرت أنصارها، هدمت قواعدها وطاح منارها. فأقم بسيفك ذي الفقار، سيف جدك علي فأقم بسيفك ذي الفقار منارها يا مولاي ما سن الضلال سوى الأولى. الأساس
أساس الظلم على أهل البيت. مولاي ما سن الضلال سوى الأولى، هجموا على الطهر البتول، على الطهر البتولة دارها، منعوا البتول من النياحة إذ غدت. أقل حق الإنسان المصاب لا يعزوه ولا يجون يسلوه، لكن يتركوه يبكي. الزهراء ما تركوها تبكي، قالوا يا علي قل لا إما تبكي نهارها أو تهدأ وتهدأ ليلها، أو تبكي ليلها وتهدأ نارها. منعوا البتول من النياحة إذ غدت، تبكي أباها ليلها ونهارها. قالوا لها قري فقد آذيتنا، وقد سلب المصاب قرارها. فاطمة الزهراء آلت إلا أن تستمر في بكائها، قالت له يا علي ما بطل من بكائي، لكن أطلع من المدينة، أخرج إلى خارج المدينة، تروح إلى بيت الأحزان إلى قبر عمها حمزة في أحد تبكي. حتى محمود ابن أبي لبيد يقول سمعت الزهراء تبكي فقطعت ببكائها نهاط قلب. ايش سوت؟ بنت بيت الأحزان، أمير المؤمنين بنى لها بيت الأحزان هدموه. وين توجهت؟ إلى الأراكة تستظل، قطعوا الأراكة. شوف عداء مع الزهراء. أستاذ شوف هالعدوان اللي شنوا على الشيعة، هذا أصول متجذرة في أولئك القوم. يقول قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينا ويسارها. بعد ايش سووا؟ يقول جمعوا على بيت النبي محمد حطبا وأضرمت الضغائن نايا. رضوا سليلة أحمد بالباب. أيوة فاطمة، رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مزمايا. عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرايا. يا بصاب بنت المصطفى ما صابها. الشيخ كاظم السبتي رضوان الله تعالى عليه يريد يعاتب أبو الحسن علي بن أبي طالب، يقول له صاب بنت المصطفى ما صايبها، ولا هجت يا أبا الحسن لم صابها. يا عزيز الله ورسولك يا تذل، وانت ذاك البطل طاوعت النذيل. ذاك العظيم البطل، وإذا به فالجبان يسحب أمير المؤمنين إلى المسجد.
يوض العز يوم قادوك بحبل هاشم الذل صار طوق رقابها، شلون جسروا بالحمايل قيدوك تندب بحمزة وجعفر ما لفوك. يا شبل هارون قومك عقب اخوك عصت ربها ونست نص كتابها. بعد شي يقول له؟ يقول له يا سيد يا علي، يقول له يخصك الله بكل علم دون الاصحاب، صرت تعلم بالحضر عندك وغاب. يا علي انت باب مدينة رسول الله، يصير ما تدري ايش جرى على الزهراء. خصك الله بكل علم دون الاصحاب، صرت تعلم بالحضر عندك وغاب. يصير ما تدري ايش جرى بعتبة الباب. أخبرك معزن سقاط بعتايا يقول يا الباب يا الباب أنا لبست الحزن طول الدهر. لا خلي نعزي الزهراء هان وين وياها. قل له أنا لبست الحزن طول الدهر يا الباب ماجور. ذهيل وما بقالي فكير يا الباب. أنشدك وين محسن سقط يا الباب يوم العصرة والزهرة الزكية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. تعجيلا بفرج المولى صاحب الأمر والزمان ولقبول المجلس، قضاء الحوائج، غفران الذنوب، إدخال السرور على أمواتنا أمواتكم، الفرج عن الشيعة والموالين في كل مكان. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. غاية كل متعبد لله عز وجل هو حصول القرب عند الله عز وجل. إذا تشوف الأمور العبادية يشترط أن تؤتى الطاعة العبادة بنية شنو؟ القربة. شنو يعني قربة؟
هل أن الله عز وجل عنده فد مكان خاص احنا نتقرب له؟ تقول قربة إلى الله، يعني شنو؟ يعني أتقرب لرب العالمين. الله عز وجل منزه عن المكان، هو خالق المكان، هو خالق الزمان، لا يؤطر بهذه الإطارات المادية. زين، شنو معنات القربة؟ يعني شنو؟ يعني تستجلب رضا رب العالمين. تقول فلان قريب من فلان، الوزير قريب من السلطان، يعني قاعد يمه؟ لا، يعني رتبته، رضاه، محبته قريبة من السلطان. واضح؟ فأنت لما تريد تتقرب إلى الله عز وجل يعني تجلب رضاه، تجلب محبته، هذه غاية كبيرة. يا من هو إلى من أحبه حبيب، دعاء الجوشن. لذا تشوف الروايات الكثيرة تؤكد على هذا المعنى، أن أساس الدين، أساس العقيدة، أساس الإيمان هو شنو؟ الحب والبغض. وهل الدين إلا الحب؟ أكو رجل اسمه زياد الأسود يقول كان جالسا عند الإمام الصادق عليه السلام، إذ التفت الإمام الصادق إلى رجلي هذا الإنسان زياد الأسود وقد تشققتا، الدم قاعد يسيل، فقال له يا زياد ما بال رجليك قد تشققتا؟ قال له سيدي ومولاي أخذني الشوق إلى زيارتك وأنا بعيد، أهل بعيدين، ولم يكن عندي مال حتى أشتري ناقة أو جمل، فجمعت مالي من هنا وهناك فاشتريت نضوا، فالجمل كبير السنطاع ضعيف نض، فتارة أركب عليه وتارة أمشي أريح بينات. هل تشوف رجلي متشققات من بعد السفر للشوق إلى النظر إلى وجهك، اللهم أرنا الطلعة رشيد. احنا ما مشتاقين إذا نقول صدق. يقول فرق له الإمام الصادق عليه السلام. زياد التفت إلى الإمام قال له سيدي ومولاي إني إذا نظرت إلى ذنوبي، كثرة ذنوبي، أيست. أقول أنا إيش قد ذنوب عندي، جبال محملها على ظهري، شي يخلصني يوم القيامة، لكن أتذكر حبكم وولاءكم، أقول أنا ما عندي عمل، عندي محبة أهل البيت خو، عندي محبة علي، عندي محبة فاطمة الزهراء خو، هذه مضمونة. الإمام قال له يا زياد وهل الدين إلا الحب؟ يا زياد إذا نزل بالناس أمر فزع كل إلى صاحبه، وفزعتم أنتم إلينا ونحن نفزع إلى رسول الله، لا والله لا يساويكم الله يوم القيامة مع غيركم، مو مساوين انتم ويانا، أنتم معنا. إبراهيم عليه السلام شو يقول؟ يقول فمن تبعني فإنه مني. واحد أكو من أصحاب الإمام الصادق اسمه عمر بن يزيد، الإمام قال له أنتم والله من آل محمد، اللهم صل. واية عظيمة. قال له سيدي ومولاي من أنفسهم، لو منها شوي حبربش منا صحابتهم، قال من أنفسهم. قال له شلون؟ قرأ الإمام قال له هذه الآية، إبراهيم يقول فمن تبعني فإنه مني. لكن يبقى شيء،
المحبة تستدعي العمل. أيكتفي من ينتحل محبتنا أن شنو؟ أن يقول أنه من شيعتنا، أنا شيعي؟ هذا ما يكفي. الشيعي لابد أن يكون عاملا بمنهاج أهل البيت، بعملهم، بسيرتهم. هذا القرآن شو يقول؟ الآية اللي قرأناها شو يقول؟ شو تقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله شنو؟ فاتبعوني. أنت صدق تقول تحب الله عز وجل، تحب النبي، تحب الأمير المؤمنين، تحب الزهراء، اتبعهم في الأعمال، في السيرة، حتى تكون معهم يوم القيامة. محبة بلا عمل شوية هاي واقفة. المهم، فالحب أساس الدين. يقول الله عز وجل خاطب موسى بن عمران في الحديث، قال له: يا موسى هل عملت لي عملا إلي خالص؟ قال له: إلهي. صليت؟ قال له: الصلاة لك برهان يوم القيامة، نور. قال له: صمت؟ قال له: الصوم كذا. زكيت؟ الزكاة ظل لك يوم القيامة. قام يعدد، قال له: هاي كلها لنفسك قاعد تسويها، أعمال راجعة فائدتها إليك. قال له: إذن فماذا يا إلهي؟ قال: هل واليت لي وليا وهل عاديت لي عدوا؟ أسألك بالله عليك، احنا شنو مشكلتنا ويا الطغاة؟ ويا صدام شنو كانت مشكلتنا؟ لو كنا مصفقين وياه وراقصين وهاتفين هتافات إلى تأييد، هم عندنا مشاكل؟ لو ويا هذا النعيق وياهم كنا هم مشكلة. احنا مشكلتنا اللي صمدنا أمام الطغاة شنو هو؟ أن المسير مع الحق، هذا اللي كلفنا. هذا الظلم وهذا الظلم، الله يفرج عن المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، ويهرك أعدائنا إسرائيل وأمريكا والمنافقين إن شاء الله، والنصر قريب، أليس الصبح بقريب إن شاء الله. فإذن المحبة من أساسيات أركان الدين، وهل الدين إلا الحب؟ زين، شنو فائدة محبة رب العالمين ومحبة أهل البيت عليهم السلام؟ الحديث عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يوم من الأيام كنا واقفين بالمسجد متهيئين للصلاة، صلاة جماعة والصفوف مرتصة والنبي واقف بالمحراب، إذ دخل أعرابي بدوي ما عنده تعارفات، رأسا جفاته قبل للنبي: يا رسول الله متى الساعة؟ يقول النبي واقف للصلاة، كبر تكبيرة الحرام. انتهت الصلاة، التفت قال: من السائل عن الساعة؟ هذا اللي يسأل عن يوم القيامة، منو هذا؟ قال: أنا يا رسول الله. طبعا مو كل عقل يتحمل الحقيقة، أنت مو تطي الواقع. حتى القرآن بعض الأحيان يعطينا على حسب عقولنا، لأن عقولنا ما تتحمل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. شي يخصك؟ ليش الهلال بدايته هلال تالي يصير بدر ثم ينتكس هلالا؟ يسألون عن هذا. يقول له: بابا عقيقتك ما تتحمل، وين دارس انت؟ يطيفت علامات. فقال له: انت تسأل عن الساعة؟ قال له: نعم. قال: وما قدمت لها؟ اللي يسأل عن شيء يكون متهيئ لها، مجهز نفسه، مستعد. قال: يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام. ليش أكذب عليك؟ أنا بدوي ورا الهوش والأجمال العدي، لكن أعددت لها حبك. أنا أحب الله ورسوله وأحب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
شنو قال له النبي؟ قال المرء مع من أحب. يقول فلم يفرح المسلمون بعد إسلامهم كيوم ذاك. يعني طبت فد فرحة كبيرة على قلوب المؤمنين، أنه عجيب احنا راح ننحشر مع من نحب. نعم. زين، شو تقول الآية؟ يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. عاد شي يصير إذا أنا اتبعت النبي وأحببته؟ فاتبعوني، الجزاء مبينة الآية، يحببكم الله. الله راح يحبكم، تصيرون أحباء لله عز وجل، محبوبين عند الله. وهذه مرتبة عظيمة، أن الإنسان يكون حبيبا لله. لا غرو إن قلنا أن من أعظم الدرجات البشرية التي ينالها الإنسان هو شنو؟ أن يكون حبيبا لله. سهل الليلة ليلة الجمعة، الله يقسم لكم إن شاء الله زيارة الحسين عليه السلام من قريب. من جملة الزيارات المستحبة مثلا هذه الزيارة المعروفة بزيارة وارث، مو تخاطب الأنبياء واحد واحد، يعني تخاطب الحسين بالنسبة إلى الأنبياء. السلام عليك يا وارث آدم، شنو؟ تعطي ألقاب للأنبياء، هذه ألقاب مبرزة كل واحد حسب رتبته. السلام على آدم، السلام عليك يا وارث آدم صفوتي. نوح نبي الله، إبراهيم خليل الله، موسى كليم الله، عيسى. زين، توصل إلى نبينا تريد تعطيه أعظم لقب، مو أعظم من الخلة والتكليم. على أي حال أعظم لقب شو تقول له؟ السلام عليك يا وارث محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. شنو؟ حبيب الله. هاي أعظم رتبة. زين، الله يقول لك إذا تحبني اتبع النبي. قل، مو يخاطب النبي، الله يقول له، يقول قل يا رسول الله، قل لهم قل إن كنتم تحبون الله، اتبعوا النبي فاتبعوني، عاد يحببكم الله. بعد شي يسوي؟ ويغفر لكم ذنوبكم. يغفر لكم ذنوبكم. اكو حديث يقول بينما رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسير مع أصحابه، قاعد يمشي بطريق ويا أصحابه راجعين من حرب أو قضية ويا أصحابه، يقول أكو فالطفل يلعب بالشارع، طالع برا بالتراب وشي يلعب، طفل صغير يحبي يمشي، المهم طالع برا بالشارع. أمه واقفة يم الباب، شافت النبي جاي ويا أصحابه وخيل وسلاح ورجال وهذا الولد بالطريق، يقول فركضت وهي تنادي ابني ابني، يقول شبقته ونحت عن الطريق. صارت هاي القضية قدام رسول الله والأصحاب شافوها. التفت نب واحد للنبي قال له يا رسول الله، عنده غاية قصد، قال له يا رسول الله أترى أن هذه الأم تلقي بولدها في النار؟ معقولة هاي الأم اللي من شدة حنانها نست نفسها، ركضت على ولدها جرته حتى لا ينسحق، معقولة هاي الأم بحنانها ومحبتها لطفلها الذب بينها بالنار؟ سأل له ايش قد ما يسوي، ايش قد ما يلوح، مستعدة؟ شنو قصدهم؟ يعني يقولوا له يا رسول الله انت شلون تخبرنا رب العالمين اللي محبة الأم ما تصير 1 من مليون من محبة رب العالمين بالنسبة إلى عباده. محبة الأم الله عز وجل ألقاها فيها وألقيت عليك محبة مني، من عند المحبة من الله عز وجل. فشلون نقول رب العالمين يلقي بالعبد في النار؟ شلون؟ مو
فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حسب هاي الرواية، قال: لا والله لا يلقي حبيب حبيبه في النار. يعني يقول أنت اعمل بما يرضي الله، اجلب محبة الله، الله ما يلقيك في النار. القرآن شو يقول؟ يقول: ذلك جزاء أعداء الله النار. جزاء منه النار؟ قول أعداء الله. الشبلي سأل ابن مجاهد قال له: أنت المفسر الأعظم، وين بالقرآن مكتوب الحبيب لا يعذب حبيبه؟ سكت. قال له: نستفيد منك. قال له: الآية تقول: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله شنو وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. إذا أنتم أحباء لله شلون الله يعذبكم بذنوبكم؟ فإذا الحبيب لا يعذب حبيبه. إذا صرت محبوبا لله، شنو الآية شنو قالت؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم شنو؟ مو من ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. زين، نريد نصل إلى هدف وغاية. اتباع النبي تجلب محبة الله، وبالعكس صادق. شلون؟ يعني إذا شفت واحد النبي يحبه فاعلم أنه مطيع لله. يعني النبي ما عنده محاباة ومجاملة ويا أحد، ليس بيني وبين الله قرابة. النبي يحب اللي يطيع الله ويرفض اللي يعصي الله وإن كان أقرب الناس إليه. خو النبي عنده عم أبو طالب وعنده عم أبو لهب، ليش هذا مقرب للنبي وذاك مرفوض؟ الملاك طاعة رب العالمين. زين، أريد أنشدك، من هو أحب الناس إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ خاف تقول احنا شيعة وطبعا نوالي أهل البيت وندعي ونزعم أنه أحب الناس إلى رسول الله أهل البيت. خاف تقول هذا الحكي. خلينا من روايات أهل البيت وخلينا من روايات الشيعة، نروح نفتش بكتب القوم. والفضل ما شهدت به الأعداء. سئلت عائشة: من كان أحب الناس إلى رسول الله؟ فقالت: من الرجال علي ومن النساء قول فاطمة. اللهم صل على محمد. مو حديث واثنين وثلاثة، أحاديث ما شاء الله في هذا المعنى. أحب الناس إلى رسول الله أمير المؤمنين من الرجال ومن النساء فاطمة. زين، للحب مظاهر. زين، واحد يحب أحد لابد أنه تبدو على سيرته ملامحه. زين، سيرة رسول الله مع الزهراء شلون قايلة؟ يحب الزهراء يولا؟ يقول: كانت إذا أقبلت عليه قام إليها، بعد شو يسوي؟ وقبل يديها، مو يداها، قبل شنو؟ يديها، وأجلسها في مكانه. هذا يدل على محبة رسول الله لها يولا؟ بعد يقول: كان لا ينام. كان لا ينام يعني دائما هيك، يعني سيرة مستمرة، مو يوم ويومين، لا دائم سيرة. يقول: كان لا ينام رسول الله، عينه ما تأخذ نوم، حتى يقبل عرض وجه فاطمة ويشم صدرها. حتى يوم من الأيام عائشة اعترضت على رسول الله، قالت له: عيب عاد، هذه متزوجة وانت كل يوم راح تقبلها وتشم صدرها. قال: يا عائشة، إني لما أسري بي إلى السماء ودخلت الجنة وأكلت من ثمارها، تفاحة، عنب، تمر من الجنة، فصارت منها فاطمة،
وإني كلما اشتقت إلى ريح الجنة قبلت فاطمة وشممتها في صدرها. اللهم صل على محمد. بعد شنو؟ يقول إذا رسول الله عده سفر يريد يطلع حرب سفر، آخر بيت يطبق عينيه عليه هو بيت الزهراء. يعني يروح يودع زوجاته وأصحابه، يخلي آخر بيت حتى تظل هذه الصورة موجودة في أمام النبي. آخر بيت يودعه، هاي رواية ترى مو مشاعر مثلا متخيل، لا رواية. يقول آخر بيت يمر به بيت الزهراء سلام الله عليه. وإذا دخل المدينة أول بيت يزوره يطمئن من صحته وعافيته بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليه. هذا ما يدل على محبة رسول الله على فاطمة الزهراء، أحب الناس إليه فاطمة الزهراء سلام الله عليه. بعد يقول لما نزلت هذه الآيات لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، مو إن الذين ينادون رسول الله من وراء الحجرة، من وراء الحجرة يصيح له يقول له يا محمد، يسميه باسمه، لا رسول الله يا نبي الله، لا. فالله نهاهم لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني لا تدعوه باسم مثل ما أنتم تدعون واحدكم الآخر، لا، عظموه بجلوه عظموا قدره. الله رب العالمين اللي هو خالق النبي ما قايل له يا محمد، قال له يا رسول الله، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، مو ما قايل له باسمه، وإنه أنت تجي تصيح له باسمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. الحديث عن رسول عن فاطمة الزهراء نفسها قالت لما هذه الآيات نزلت هبت رسول الله. هبت يعني من هيبته، أخذتني الهيبة. في نسخة رهبت يعني خفت عظمته. هبت رسول الله أن أناديه يا أبا، بويا بعد ما قلت. فدخل علي أبي في بعض الأيام فقلت يا رسول الله مرة مرتين، يقول تأذى رسول الله يعني ما ارتاح. قال يا بني إن هذه الآية لم تنزل لك فيك وفي أحد من أهل بيتك، وإنما نزلت في أهل الكبر والفاخر، هذول المتكبر، هذا اللي ما يعرف أدب. ولكن أنت قولي يا أبا، قولي بويا، فإنه أحيا للقلب وأرضى للرب. كانت تنادي فاطمة الزهراء أبوها بويا بويا، والنبي استر. لكن مكان واحد فاطمة الزهراء نادت يا أبتاه. ما أدري ايش سوت بقلب رسول الله، سوت بقلبه. متى ذلك؟ لما جاء ذلك الزنيم بقبس من النار. في بعض الروايات 300 واحد، أنا شايف رواية 300 واحد وياه حاملين حطب، ايش عدهم رايحين الحرب، جاب الحروب وينكم لابدين؟ جبت قوتكم وغضبتكم على بنت رسول الله. قالوا له إن في البيت فاطمة. قال وين؟ ما يهمني. ونادى يا علي اخرج وإلا أحرقنا عليك البيت. صاح بصوت عالي يا أهل الدار فكوا الباب خلي يطلع الكرار، قبل لا تشتعل الباب بالنار، خلي يطلع يبايع علي بهالحين. طلعت حايرة الحرة الحزينة
فاطمة الزهراء قد نحلت من البكاء معصبة الرأس ناحلة الجسم منهدة الركن، يغشى عليها ساعة بعد ساعة. تسمع هذه الجلبة والصياح والنعيق على بابها: أمير المؤمنين مقيد في بيتي. خرجت تكلمهم لعلهم يرتدعوا ويرجعوا. لما سمعها ذلك الرجل قال لها: يا فاطمة، ما بال علي لا يخرج حتى يكلمنا؟ ما بالك خرجتي تكلمينا؟ شنو اللي سبب خروجك؟ قالت: طغيانك يا عمر، انت طغيانك اللي طلعني. طلعت حايرة الحرة الحزينة تصيح وتنتحب: شلكم علينا دخلونا عقب عزنا ولينا، نوح وتل بالدم دمعة العين. هو يكتب إلى معاوية أيام خلافته، يقول له: يا معاوية، مكانك خالي لما هجمنا دار الزهراء، حسيت أنها لاذت وراء الباب، دفعت الباب، ذلك الباب المحترق وكان من سعف، فلاذت من وراء الباب، فكلت أن أرق لها، غير أني تذكرت سحر محمد وولوغ علي في دماء صناديد قريش، فركلت الباب برجلي. أيوا فاطمة وسيدتا، فألصقت أحشاء بالحائط، فزفرت زفرة تنادي: يا أبتاه، يا رسول الله، أهكذا يصنع بحبيبتك وبضعتك؟ يا برد الباب من لاذة الزهراء، يا عصرها وطاحت بشدة العصر، ضلع انكسر قلج لا يا انجبره، ما العلاج يرام يا مسلمين. سقطت بين الحائط والباب تصيح: يا فضة تلاحقيني تلاحقيني، انكسر ضلعي وسقط من جنيني. يا فضة تصيحي العلي ما يعاني، بل كان ينظر إلى كسر الضلع. يا علي تنظر إلى الزهراء وهي تنادي أباها بين الحائط والباب، لكن أنت مقيد بالوصية. ما أدري سمعت كسر ضلع الزهراء؟ الله يساعد قلبك يا علي. هنا ضلع الزهراء. يا الشاعر شي يقول ليلة الجمعة وجه قلبك، يقول: وبكسر ذاك الضلع رضة ضلع، زينب واقفة وإذا بالخيول أقبلت، تدوس على صدر أخيها الحسين. أيوا حسينا، تقول له: يا خويا فوق صاوبك يرضوك، ولا راعوا لعد جدك ولا ابوك، كنت حرزي وتحت الخيل رضك، ولا تمعظم سالم ما تهجم، ولا تمعظم سالم ما يا الشم، ولصدره تطأ الخيول، وطالما بسريره جبريل كان موكلا. يا الله، نسألك اللهم وندعوك
ونقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنتها